السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا قال أحمد وسالم واللي عبد الله واللي بيني الاسم العائلي أبو حبيني، مولود 1970. تو على كل حال واحد من أعلام هاي المنطقة. أبويا ينقال له عبد الله واللي بيني مدفون في المقبرة 2013 الشهر الثالث. وابوه ينقال له بيني والغالي مدفون 1958 على 58 57 أواخر 57 على ما أعتقد، من أنا ما عقلت على جدي الله يرحمه. والدي كاملين مدفنة فيك المقبرة. احنا أصلا هذه ذيك المقبرة احنا أصلا قبل من سكان الأرض الأصليين، ومن اللي مثلا تفكر الناس انما انا مالكين العقار في دشرين. اصلا الدنيا قاع ما هي مهمه عندنا حتى. لو كانت مهمه عندنا عودوا قاع تقبلنا التراب اللي نواكشوط تاسس علينا، وموريتاني قبلت الاستقلال علينا، وتو هو واصلين قاعد من التكالب على الدنيا ما هو مهم عندنا. هاي المقبره ينقالها مقبره النبرش، وقد سمعت عنها بالصنها اللغه الصنهاجيه الاولى عنها ينقالها الجنه، مقبره الجنه. تأسست 1610. أول دفين فيها راجل قال له أحمد المحممة، وفيها ياسر من أعلام المنطقة، فيها سعدي واليعقوبي، وفيها المسكول الهاني، وفيها ياسر من الأعلام اللي أنا قاع مثلا عاجز عن القرزام. فيهم المجاهد الكبير أحمد بومبو والود السباعي، وفيهم أبو الرئيس الأسبق محمد خونة والهيدالة سيدي محمد مدفون فيها. هاي المقبرة يدفنوا فيها الشرفاء العروسيين، ويدفنوا فيها أولاد نين، ويدفنوا فيها القر، وتدفن فيها المزازق، وتدفن فيها جميع تندغى. وتأسست 1610. وأصلا قط عينتها القبيلة وقف على الدفن. من تالي سمعت عن قدر من هاي الصماصرة والناس اللي باطن متكالبة على بيع الأرض. منين أصحاب شعرها البنيان قالوا عنهم عادوا لاهي. وتفاجئنا بقرار سمعنا عن قبل وزير الإسكان، قالوا عنه قال عنها لا بد لها من عنه لا هي يقفلها. والله له السابق عنه ما قد يكون يسابق أن يقفلها كيشي مسرطن باراستامول مهدي يكانوا يسابق أن يقفلها، وعنه لا يخلي منها مترين. هذا أنا بالنسبة لي مواسي عنه يلا يعود قرار غير مقبول. هاي المقبرة تدفن فيها جميع أهل موريتانيا، وخصوصا أهل الساحل، ينقلها مقبرة أهل الساحل، فيها جميع القبائل وفيها عيان القبائل كاملين. وهذا بعدنا هو اللي عند فيه ياسر من الخلق جاء. أنا مهلنا مدهون فيها ماني عالم به يغل مهلنا. هي فيها جميعا، فيها تنادى وفيها تندغى كاملة بحوافر خيلها. الأول تست على ذاك الراجل وتقوي ياسر من الإعلام، وفيها ومقبرة معروفة من 1600 وشي. اللي مطالبين أنا بعد بالنسبة لي مطالب من هذا المنبر تخلى للمقبرة حدود محترم، على الأقل تعود باقي لها من عند كيلة على كل جهة يتموا يدفنوا فيها لها. نحن ما ندفنوا فيها، ما هو هي. وأنا لوالدي مدفون فيه، مدفونها، ووالده مدفون فيه، ومدفون فيها ياسر من الأعلام، من ضمنهم المشاهد أحمد بومبو والودة، ومن ضمنهم اللي ذكرك ياسر من الخلق مدفون فيها سيدنا والأهل الشيخ والأهل الرباني، ومدفون فيها حبيب الله والوالد ياسر من أعلام المنطقة. مثلا أنا بالنسبة لي قاع يعجز لساني عن قد نذكر اللي مدفون فيها من الخلق. على كل حال هاي مقبرة نقولها مقبرة أهل الساحل كاملين، واللي فعلا تقدعوا لكرية فيها تندغى، وخصوصا هاي القبيلة اللي قالوا له حبيني يقول هي ما بقى حد من الساحل ما هو فيه. ويا الله يعود قاع أنا قاع ماسي عن مثلا مقبرة قاع على الأقل فيها برئيس مدة قط قائد دولة مدة من الزمن
على الأقل كنت نماسي عن موريتانيا، الله كانت اللي تطرح عليها البال باللي هي فيها أبو الرئيس الأسبق محمد خونا والهيدالي، وفيها ياسر من أعلامها والقبائل، فيها أولاد العلم، وفيها القر، وفيها العروسيين، وفيها الرقيبات، وفيها الناس كاملة. وتوه أنا يلا عندي تعود مقبرة المسلمين ومطالب وزارة الإسكان عنها تخلي المقبرة أرضها، والأرض واسعة، وتقد التمن لا تميطر السماء صار كيه ما بغاه، تقد منين أعطاتهم هم تقد تعطيهم بليدة ثانية. الأرض واسعة. موريتانيا ما كان قد كاش من 1,000,000 كيلو مربع، والله يعني هم قاعد يقدوا يعطوا من الأرض اللي ما هو أرض المقبرة. ونحن السكان الأصليين الأرض ما هي مهمة عندنا، ولا مهم عندنا ملكها، من اللي كنا ندوروا بريدة نديروا فيها السمع، نعودوا مالكين الديار في بياض كابيتال وبياض تفرغ زين. وهاي المقبرة فيها جميع تندغى خضر وبيض، وبويجل له والديه هم، بويجل والهميد، والطفل اللي معاه من طفال مالك والديه هم، والناس كاملة والديه هم وتوه. وهذا بدأنا هو اللي مطالب به. والسلام عليكم ورحمة الله.